السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. معلش أنا حد نحس يعني كان نفسي أطلع معاكم امبارح ونتكلم عن مباراة مصر وزيمبابوي ونقعد بقى نتكلم ونرغي مع بعض، لكن للأسف بقى النور قطع والنت فصل وكانت ليلة كده خدتها من قصيرها وقمت نمت. فيعني معلش بقى سامحوني. النهارده طبعا عايزين نتكلم على مباراة الأهلي وغزل المحلة، هنتكلم عليها بالتفصيل وبعدين بقى نتكلم شوية كده. مش هنتكلم كتير خلاص بقى عشان الكلام بقى قديم وبايت عن مباراة مصر امبارح. بس يعني هنقول شوية آراء كده بسيطة. مباراة الأهلي وغزل المحلة في كأس العاصمة، وللأسف كانت هزيمة 2-1 للأهلي النهارده. ولكن طبعا احنا بنحب نتكلم على الإيجابيات، وانتوا عارفين ان انا بحب الإيجابيات، انا حد متفائل خليها على الله. معرفش ليه إدارة نادي الأهلي مش حاطة يعني في دماغها البطولة دي، يعني مش بتفكروا يكسبوها، مش تارجت ليهم. معرفش، من أنا كواحدة من مشجعي الأهلي يعني أتمنى إن هي تكون موجودة في دولاب بطولات الأهلي، أتمنى ده جدا يعني. ولكن كل شيء بأوان. لكن طبعا في ايجابيات كتير بنطلع منها السنه دي، خصوصا في البطوله دي مع مستر تروب، وهي مجموعه الشباب اللي بتظهر، وان هو قرر بنفسه ان هو يقود المجموعه دي، وانه مثلا ما يسيبش مثلا البطوله لحد تاني المساعد او كابتن وليد او كده، ان هو يكمل البطوله دي او يشتغل على الناس فيها. لا، هو يعني واخد ان هو عايز يطلع بحاجه من الموضوع. زي ما قلنا قبل كده ان هو عايز يعرف الناس اللي هتمشي الناس اللي هتقعد، وهيختار مجموعة من الشباب. الماتشين اللي فاتوا كان بيعمل ميكس كده ما بين الشباب وما بين المجموعة اللي هي ما بتلعبش أساسي. المرة دي كان بقى الشباب بسم الله ما شاء الله. يعني كان اتنين بس اللي موجودين من الكبار، كان حسين الشحات والعش، والمجموعة كلها اللي كانت بتلعب كانت مجموعة شباب. حاجة كويسة طبعا جدا، عايزهم يلعبوا مع بعض علشان يبقى في نفس المستوى. يعني في نفس السن، يقدر ايه يطلع مثلا ايه منهم حاجة كده. لان طبعا لما بتلعب مع حد خبرة قوي بتبقى ممكن يكون هو بيغطي عليك شوية، ممكن تكون انت بتركز معاه في اللعب شوية، ممكن تكون قلقان من حاجة. لكن لما بيكونوا المجموعة كلها في نفس السن وقريبين من بعض بيبقى احسن طبعا وافضل. كان حسين الشحات النهارده كابتن الفرقة، يعني هنتكلم على موضوع الكابتنة ده بعدين. آه، ولكن طلعنا مثلا بحاجة كويسة مش هقول أسماء طبعا، في ناس كتير كانت ظهرت مستوى مش قد كده، وفي لعيبة برضو ظهروا بمستوى كويس. في لعيبة عايزة قرصة ودن برضو، مش هقول أسماء، عايزين كده يتقرس عليهم شوية. وبرضو هتكلم بس بالأسماء عن مين؟ عن حمزة. حمزة النهارده ما كانش في مستوى اللي احنا متعودين عليه. بس معلش يا جماعة نديله العذر، برضو الموضوع بتاع الاحتراف وبرشلونة وكده مأثر عليه، هو لعيب برضو صغير، وأي حد في مكانه هيتهز. يعني لسه الموضوع مرسيش فيه أخد وعطا ولسه ما اتحسمش. فالولد برضو ايه دماغه شوية خايف يتصاب، خايف يحصل أي دروبات، فمن حقه فنعذره معلش. وبرضو كل الفرق اللي بتلعب ويكون حمزة في الملعب بيقرصوا عليه شوية، عشان عارفين هو مهارته، وعارفين يعني ان هو لعيب مهم في النادي الاهلي حاليا. اما بقى حسين كان ما كانش القائد اللي توقعته. يعني ما كانش قائد كده في الملعب، ما كانش لامم العيال، ما كانش بيوجههم، كان تايه. يعني سيبك من انه لعبه كان شويه قليل، هو راجع من اصابه وكده، مش بتكلم على اللعب، انا بتكلم عليه ككابتن فرقه. لا، ما كانش قد الموضوع كده، كان شويه مهزوز، ما عجبنيش بصراحه. ولكن في النهايه الهزيمه الثانيه للاسف الشديد. آه، زي ما قلنا ان في لعيبه كتير كان مستواها مش قد كده، بس برضو مستر تروب مركز قوي، هيختار، هيعرف ينقي، هيعرف يوصلنا لحاجه. عندي وجهه نظر صغيره جدا بس في اللعيبه دي، هو ناقصهم بس اللاعب الحريف. يعني ناقصهم اللاعب الحريف اللي بقى ايه بيمسك كوره ويدوس على الكوره، اللاعب اللي هو بيدي ايه مزازه للكوره كده، يعني بيخليها ايه حلوه ممتعه، اللي يخلينا واحنا بنتفرج كده نبقى يعني نستنى الكوره تروح له، نشوف حاجه حلوه كده، بيقف على كورته، بيعدي من واحد، بيعدي من اتنين. اللعيب الحريف ده انا عارفه طريقه لعب الاهلي مع كل المدربين، مش جايه قوي يعني مع اللعيب الحريف اللي بيمسك كرة ده ويرقص وكده. لكن هي محتاجينهم ليه؟ عشان اللعب التقليدي قوي ده بنخلي المباراة بما انها كلهم شباب، والبطولة ملهاش أهمية عند الأهلاوية حتى عند الإدارة، فالموضوع يبقى ممل قوي، يعني ممل قوي، يعني ايه ما تتابعش المباراة كلها لحد الآخر كده، تحس ان انت بتخرج منها تروح تعمل شاي تعمل قهوة.
كده ما اتفرّجش عليها كلّها بالتفصيل، لكن اللعيب ده ممكن إيه، هيدّي روح كده للماتش، هيخلّي كده الناس تركّز، يعني هيخلّيها حلوة. ما أعرفش حد بقى يتّفق معايا، يختلف معايا، بس ده رأيي يعني. أنت عارفة أنا باحب أقول رأيي وكده. المهم نتكلّم بقى عن مباراة مصر وزيمبابوي. يعني الحمد لله على المكسب طبعًا، لكن هي كانت يعني للأسف يعني مش عايزة أقول برضه انتقادات، ولكن الواحد غصبٍ عنّه لازم يتكلّم، غصبٍ عنّه. طبعًا بندّي كل العُذر، كل العُذر للكابتن حسام على اللخبطة اللي كانت بتحصل دي، وعلى العشوائية اللي كانت بتحصل، وعلى إن الأداء يعني مش ثابت طول المباراة، وعلى إنّك برضه مش عارف منتخب مصر بيلعب إزاي، ما لوش برضه لحد دلوقتي ما لوش هوية، مش عارفين إيه الطريقة، مش عارفين في عشوائية، في لعيبة بتلعب فردي، في لعيبة ما كانتش موجودة خالص كان المفروض تطلع، في لعيبة كان مستواها طول المباراة على الله خالص، يعني لحد دلوقتي لسه ما ضبطتش الدنيا، بس دي أول مباراة، ولمّا نطلع بال3 بونت من أول مباراة مع الخضة اللي كان فيها كابتن حسام، لأ إحنا الحمد لله، نقول الحمد لله. لعبنا 30 دقيقة أو مثلًا لأ أقل من كده، يعني لعبنا بتاع 19 دقيقة كده قبل الهدف، كانوا كويسين جدًا. إمام كان عامل فارق، كان ساحب الفرقة، رُحنا على الجون، كان في حماس، كان في ضغط، كنا ماسكين كورة، شُفنا كورة حلوة أوي في ال20 دقيقة دول. بعد كده الجون بقى بعد كده حصل يعني نقول كده هزّة، نقول كل واحد بقى الفرقة فكِّت. بقية الشوط ما كانش في كورة خالص، كان في عشوائية طبعًا ولخبطة، حتى نَفْسه كابتن حسام كان متوتر وأكيد ده بيتصدّر للعيبة. ولكن الصدمة بقى اللي أنا صدمتها خروج إمام عاشور. طبعًا أكيد كل الناس اتصدمت من الموضوع ده، كُلّه قال ده مُصاب لسه ما رجعش، أكيد اشتكى، أكيد قال أنا تعبان، أكيد، أكيد، لكن كابتن حسام نفى ده، قال هو ما طلعش عشان الإصابة، طلع فَني. فني؟ فني يا عم، فني يعني هو كان قليل فنيًا لسه ما وصلش يعني للمستوى اللي أنت عايزه، أو والّا ما قدرش ينفذ الخطة اللي حضرتك قُلت عليها، لأ هو قال لك هو لسه راجع من إصابة والموضوع كان فني وعشان كده أنا بدِّلته. طب ما هو كان لسه مش جاهز ما كانش نزل في أول المباراة، كان ممكن ينزل آخر نُص ساعة، ما فيش مشكلة، ينزل الشوط التاني ما فيش مشكلة، لكن إن أنت تضربه معنويًا كده يعني تدّي له صدمة معنوية كده وتلعبه نُص ساعة وتطلّعه، أنا كنت شايفة الواد طالع هو مش باين عليه الزعل، ما اعترضش ولا عمل أي حاجة، بس هو من جوّاه بيغلي، اللي هو عارف يبتسم كده من تحت الضرس كده. بس ما فيش مشكلة يعني دي وجهات نظره وإحنا معاه لحد الآخر ومش هنتكلم في أي حاجة، الشوط التاني الحمد لله جبنا جونين، مرموش جاب جون عالمي، عالمي، صلاح اللي كان طول المباراة مش موجود تقريبًا وكان مستواه متراجع جدًا معلش عشان الظروف اللي هو فيها، ودي أول مباراة برضه بعد المشاكل اللي كان فيها مع المنتخب دلوقتي، بيحاول يثبت نفسه ولكنه كان مستواه متراجع جدًا، ولكن جاب جون الحسم وجون الفوز. آآ مش هنتكلم على أداء، مش هنتكلم على غلطات في التشكيل، مش هنتكلم على حاجة، إحنا مع الدعم بس دلوقتي حاليًا، حاليًا والحمد لله إن المباراة انتهت بالفوز وخدنا ال3 بونت، ما كانش ينفع زيمبابوي يعني تغلبنا، بصراحة ما كانش ينفع خالص، ولا بالتاريخ ولا باللعيبة ولا بفرق الsquad ولا بكل حاجة ما كانش ينفع تكسبنا، فالحمد لله يعني هم لعبوا ماتش إلى حدٍ ما مش هنقدر نقول كويسين برضه، ولكن هم كانوا بيدافعوا